السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم مليحه. اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم قلب اللوز ناجح من اول مره. تبعوا فقط التفاصيل والطريقه وراكم رايحين تنجحوا فيه كامل من اول مره ان شاء الله. لهنا عندنا ربع كيلات تاع تشيشه، تكون تشيشه خشينه خاصه بالقلب اللوز. اذا ما عرفتوهاش يعني روحوا غير لمول الحانوت وقولوا له تشيشه تاع قلب اللوز، تجي هي الخشينه كامل. شوفوا كيفاش هاني نوريلكم في الفيديو. ونزيدوا لها مغرفه تاع نص مغرف تاع ملح، نص مغرف تاع لافاني، ومغرفه صغيره تاع خميره الحلوى. البنات ما تخافوش من خميره الحلوى هذه، راح تخلينا قلب اللوز مهوي وطري برك، يعني ماشي راح تغير لنا في الشكل نتاع القلب اللوز تاعنا. نخلط كامل المكونات هذه مع بعضها، ونزيد لها نص كاس تاع سمن ولا زبده ولا مارغرين، يعني اللي متواجد في الدار ديريه، مانيش راح نكلفك بالبزاف. نزيدو نكملوه بالزيت هذا الكاس، يعني هذه الكيلة اللي كنتي كيلتي بيها التشيشة راح نكملوا بها كامل المقادير، نفس الكيلة ما تبدليهاش. نكمل هذيك نص زبدة ولا سمن ولا مارغرين، قلت لك تكون ذايبة نص الكيلة، ونكملوها بالزيت ونخلو اندوا، يعني ما نملاوش الكيلة تاعنا بزاف، نخلو قيمة اندوا. نزيدوا لها لهنا ثاني كاس غير اندوا، غير يعني شويه غير شويه تاع سكر، ونشدو هذو كامل المكونات ونخلطوهم بيدنا مليح مليح حتى هذاك السكر والزبده يدخلوا كامل في هذيك التشيشه وتتبسس لنا مليح مليح. اللي جديده في القناه نقولها مرحبا بك، نورتيني وشرفتيني. ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والاعجاب بالفيديو هكذا باش يوصلك كل جديد. ونقول لمشتركاتي الوفيات انتم الساس تاعي اللي نتسند عليه. لهنا كنت بسست كامل هذوك المكونات، شوفوا كيفاش ولات لي الخليط هذاك مبسس ومرمل. نضيف له لهنا نص كاس تاع ماء ونص كاس تاع مزهر، يعني نملى هذاك الكاس مليح مليح. لهنا انا ما كنتش مليته مليح، مي كي بديت نخلط حسيت بلي الخليط تاعي ناقصه شويه مزهر ولا ماء. كملت زدت يعني هذاك قيمه هذاك الاندوا اللي خليتها تاع الماء، كملتها زدتها مع الاخر. لاخاطش حسيت بلي هذاك الخليط تاعنا ناقصه شويه يكون شامخ اكثر. لهنا البنات راني نخلط فيه غير بصباعتي، مانيش نعجن فيه كما راكم تشوفوا، وراني شغل مبسس فيه، نخليه باش ما يخرجلوش هذوك اللي دام السكر تاعنا، الحبيبات تاع السكر تاعنا تذوب. البنات هذه الوصفه جبتها لكم من عند جارتي تخدم مع اصحاب القهاوي، عندها اكثر من 7 سنين، وقلب اللوز نتاعها والله غير ما شاء الله. كانت بعثت لي 2 حبات تاع قلب اللوز، ذوقتني بهم مع بنتها، يعني بعثتهم. حتى وين كي سقسيتها قالت لي بلي راني كذا كذا، قلت لها والله غير انايا مالفا دايما نشم ريحه المزهر عند الباب تاعي، يعني حسب اللي كاينه واحد في وصفات تقليديه. قالت لي هايليك هايليك، قلت لها معليش لا تعطي لي الوصفه باش يعني نحطها في القناه وهكذا، يعني يستفادوا منها اكثر ناس وتدي انتيا الاجر ويسترزقوا منها بزاف ناس. يعني ديريها في رمضان وتبيعيها، يعني كما تعرفوا رمضان المصاريف تاعو يعني الله المستعان، الكسوة تاع ذراري، المصروف تاع رمضان، الحلوى تاع العيد، يعني مكلف بزاف. كي تعاوني روحك هكذا ويكون الزوج موافق ما فيها حتى احراج، يعني ما فيها باس. شوفوا لهنا كيفاش راني خلطت الخليط وتعسل لي ويعني وتعسل مليح مليح. وشوفوا كيفاش وريت لكم صباعتي كيفاش راني ندير فيهم، مانيش نعجن، وريت لكم كيفاش راني نخلط فيه غير هكذا. كنت جربت الوصفة هذه من قبل وسيتها وشفتها إذا تخرج لي ولا لا، والله يا البنات من أول مرة خرج لي ما شاء الله ما شاء الله. بنة ذوق كي تشوفوه قدامكم أكيد راح يعني تعتمدوا الوصفة، ترموا كامل الوصفات اللي كنتوا تعتمدوهم يعني وديروا الوصفة هذه. هنا كنا كملنا خلطناه، نتحفوا الحواشي ونحطوه على جهة يرتاح يعني واحد ل5 دقائق حين ما نوجدوا الحشو. الحشو اللي هنا عندنا شوية كاوكاو، يعني اللي متوفر عندك يكون مدشش، يعني محمص ومدشش، ونزيدوا له نص مغيرفة تاع كاكاو. شوفوا كيفاش راني نوريلكم كيفاش مدشش، نزيدوا له نص مغيرفة تاع كاكاو. ما تخافوش البنات، الكاكاو ماهوش راح كامل يبان الذوق تاعو في القلب اللوز تاعكم، وانما يعطيكم هذاك الخط
تاع الكاوكاو هذاك اللي يكون الداخل يبانكم باللي محشي. خلطت كامل لهنا وحسيت باللي كثرت شويه كاكاو، زدت شويه الكاوكاو. شوفوا خلطته مليح، يعني كاوكاو مدشش وكاكاو، هذا مكان ما تزيديله لا سكر لا مزهر لا حتى شي. نجيبوا الخليط تاعنا تاع الشيشه ونجيبوا البلا تاعنا اللي يكون، انا البلا تاعي 24 على 24، يعني الحجم تاعو 24 سنتيم على 24 سنتيم. نجيب لهنا الخليط نقسمه على زوج ونبسطو في البلا تاعي مليح مليح ونسويه مليح مليح باش يجيني كامل الحبات معدولين. شوفوا كيفاش. واللي يجيها يعني قلب اللوز تاعها يسكر ولا حلو بزاف، نقول لك السر لهنا راكي تثقلي الشاربات وما يعني تنسي هذاك السكر، الكاس تاع السكر اللي كنتي درتيه في القلب اللوز، في الشيشه تاعك اللي كنتي خلطيه المره الاولى مع الشيشه تاعك. لهنا انا الشربات تاعي درت 3 كيلات تاع سكر. الكيلات كيما قلت لكم اللي كيلت بيهم الشيشه نفسهم اللي نكيل بيهم السكر، دائما نفس الكيلات، 3 كيلات سكر و6 كيسان ماء. ودرت يعني قرصه تاع ملح الليمون. اللي ما عندهاش ملح الليمون، انا ما كانش عندي القارص، يعني اللي عندها القارص دير القارص، اللي ما عندهاش دير ملح الليمون، واللي ما عندهاش كامل دير شويه نتفه تاع الشب. يعني الشب راح يخلي لكم الشربات تاعكم ما تجيش مسكره، ويعني وناجحه. انا دائما كي ما يكونش عندي ندير شويه تاع شب نسلك بيها يعني. وكي يبرد لكم ديروا هذاك الشربات كي ديروه فوق النار، خلوا النار زايده، هو يرفد الغليه وانتم نقصوا له وحسبوا له 20 دقيقه، 20 دقيقه، نص ساعه، يعني 25 دقيقه بالكثير. طفوا عليه وخلوه يبرد. كي يبرد زيدوا له واحد الفنجال تاع مزهر نكهوه باش يجي القلب اللوز تاعنا، يعني كيما تعرفوا يحب بزاف المزهر ويجي بزاف بنين بالمزهر. بسطنا قلت لكم هذيك العجينه باش ما يروحليش المقطع. بسطنا العجينه الاولى، النص الاول تاع العجينه بسطناه مليح مليح وسويناه، ومن بعد درنا هذاك الخليط تاع الكاوكاو والكاكاو. شوفوا كيفاش بسطته ودرته بالتساوي، ومن بعد نروحو نجيبو النص الثاني تاع العجينه اللي بقالي ونغطو نغطو الخليط. شوفوا كيفاش انا راني ندير فيه، راني نوزع فيه بشويه. واللي ما عرفتش يعني دير بابي كويسون قد قد السنيوه تاعها، وتبسط هذاك العجين بشويه وتقلب، وهكذاك تكون غلفت كامل هذاك الكاوكاو والكاكاو اللي درناه في الوسط. شوفوا كيفاش راني نسيس فيه غير بشويه باش شوفوا كيفاش راني نشد ونقرص نشد ونقرص حتى انت يعني نغلف كامل هذاك الكاكاو. شوفوا كيفاش. لهنا انا حبيت نوري لكم بالتفصيل كيفاش درت هكذا باش المبتدئات يدوا فكره وما يخافوش. شوفوا كيفاش البلايص اللي يكونوا مازالوا لي نزيد نجيب من هذيك العجينه ونغلف هذاك الكاكاو ويجيني قلب اللوز تاعي والله غير ما شاء الله، ما تخافوش البنات. شوفوا كيفاش راني نسوي فيه، ومع الاخر يعني تسويه بمغيرفه تسويه. شوفوا انا هذه المغيرفه هذه الصغيره رفيقي الدائم، نحس هاك شغل صغيره وتوصل لي للكوانات وتعدلهم لي مليح مليح. لهنا درت العبر كيفاش راح نقطع الحبات، كيفاش راح يكونوا الحبات تاوعي. شوفوا كيفاش قطعت الحبات تاعي وما وصلتش، يعني ما وصلتش الموس حتى للتحت، غير من الفوق، غير وين توصلي لهذاك الكاوكاو، باش الحبات كي يدخلوا في داخل الكوشه تاعكم ما يتنفخش وما يجوش بلايص طايبين وبلايص لا، يعني يجي مهوي. جبت الكاوكاو تاعي، واللي عندها اللوز يعني دير اللوز، اي مكسرات حابتها ديريها، يعني ماشي كي انتي وش حبيتي. شوفوا كيفاش قطعت الحبات ودرت حبات الكاوكاو من الفوق وندخلهم دركي للكوشه يطيبوا لي. البنات انا الكوشه تاعي تشعل من تحت ومن بعد تشعل من الفوق، يعني شعلت لها من تحت حتى وين شفت هذوك الحواشي طابوا لي مليح، ماشي شويه طابوا لي مليح. من بعد شعلت عليها من الفوق باش تديري التحميره هذيك تاع القلب اللوز ويجيني ما شاء الله. شوفوا لهنا بركي راهي شاهي.
ندخلو للكوشه تاعي وكي يخرج نعسلو. ولهنا البنات سمحولي يعني راح لي المقطع تاع التعسال تاعو، راه في لي فيديو شورت راني درتو كيفاش. راح لي المقطع بصح عسلت ودرت نص الكميه، هو شرب لي مليح، خليته واحد الساعه، عاودت وليت ليه نلقاك شغل حسيتو شغل تحسوه ما نجحت لكمش الوصفه، ميزيدوا عسلوه او غطوه خلوه ساعه واحده اخرى، ومن بعد تلقاوه ما شاء الله. شوفوا لهنا انا كنت خليته 2 سوايع، خليته ساعة الأولى عسلته، خليته الساعة الأولى وعاودت زدت عسلته، كملت له هذا كامل هذاك العسل تاعو. وكي وليت ليه شوفوا كيفاش كانت لهنا كنت انا درتو جويهة 12 ويعني وجويهة 3 تاع العشية جا الزوج تاعي يعني حطيت لهم شربوا الحليب سمحولي، يعني الحبات 3 الأولين راحوا ودايما ما يخلونيش يعني نصور بعقلي. شوفوا لهنا نحي لكم الحبة قدامكم باش تعرفوا باللي الوصفة ناجحة، وما نجيب لكمش يعني حبة مع بالي شاريتها ونوريها لكم، تشوفوا بعينيكم. و يعني وهذه الحبة ما تقولوش باللي راها مشقة، المول بركي كي حطيته فوق هذيك تاع السخانة يعني تبضعت لي الحبة. شوفوا البنات ما شاء الله كيما يقولوا ناس بكري بين الشقة على حواشيها. شوفوا كيفاش يعني محشي ماشي بركي قلب اللوز، يشهي الذوق تاعو ما شاء الله. رايحه يعني يحمر لكم وجهكم، واذا كيما قلت لكم رايحه يعني ديريه في مشاريع رمضان تسترزقي منه، نقول لك يعني ديريه، وكي تنجح لك الوصفه ما تنسينيش بصالح الدعاء. لهنا كنت وريت لكم كيفاش جاء مبسس ويهبل يعني ما شاء الله، والكوكو كيفاش في داخله. كما كنت قلت لك في بداية الفيديو يعني الوصفة على ضمانتي، وانا يعني الفيديو تاعي هاني حطاته. سي حبيبتي واكتبي لي في التعليقات اذا نجح لك اذا ما نجح لكش، واذا يعني ولا واذا صار لك كاش مشكل فيه ما عليك غير تكتبي لي، انا رايحه نجاوبك بالتفصيل. نسيت لهنا ما قلت لكمش درجات الحراره تاع الكوشه راح تكون 180 درجه. طيبوه من تحت ومن بعد من الفوق وعسلوه راح يجيكم هايل. خليتكم لهنا في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.